اللعبة بتتقلب. أول ما تحس إن البنت دي بقت هي المتحكمة في مزاجك، سعادة لما تبعتلك وسكوتك لما تختفي، أعرف إنك دخلت اللعبة بس لسه تقدر تخرج منها. أول خطوة: اسكت واختفي شوية، من غير خناق ولا إعلان حرب ولا أنا هبعد عشان ترتاحي. اختفي كده بهدوء. اللي كانت حقيقية هتسأل فيك، واللي كانت بتلعب هتتوتر وتبدأ تمثل إنها مش فارقة، بس جواها هتتجنن لأنها فقدت السيطرة. تاني خطوة: بص على تصرفاتها مش كلامها. هل بتيجي لما تكون محتاجة حاجة؟ هل كل ظهورها بيكلفك طاقة أو فلوس أو مجهود؟ لو دايما بتكلمك عن مشاكلها وإنك لازم تحلها، لو فأنت مش في علاقة، أنت في صفقة. تالت خطوة: خليك بارد. خليك بارد. البنت اللي بتلعب على المشاعر بتخاف من الهدوء. هي عايزة تشوفك متوتر، متأثر، لكن لما تلاقيك بترد بالعادي ولا بتزعل ولا بتسأل كتير، هتبدأ تتلخبط، لأنك كده كسرت السيناريو اللي كانت محضراه. رابع حاجة: ما تبررش ولا تشرح. لو بعدت ما تقولش أنا زهقت، ما تقولش حاجة خالص. خليها هي تفكر هي عملت إيه. المتلاعبين بيتغذوا على رد فعلك، فلما تسحب اهتمامك بتسحب منهم قوتهم. خامس حاجة ودي الأهم: رجع نفسك لمركز حياتك. اشتغل على نفسك، ارجع لصاحبك اللي كنت مقاطعه، انزل الجيم، سافر، املى يومك بحاجات ليك انت مش ليها هي. ساعتها هتفهم ان وجودها كان فراغ مش حب، وانك كنت بتحارب عشان تحافظ على حاجة مش بتاعتك اصلا. وفي الاخر ما تحاولش تنتقم ولا تبرر ولا تثبت انك كنت صح. كفاية انك فهمت اللعبة وقررت تطلع منها. الموضوع مش انك خسرت بنت، الموضوع انك كسبت نفسك.